أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. منتخب تونس الآن حط الرحال في قطر، والقائمة ضبطت ولا يمكن إضافة لاعبين آخرين، ولكن هناك بعض البلاتوهات وهناك الكثير من الجماهير التونسية ولاعبي كرة قدم قدامى ومدربين ليسوا راضين عن القائمة التي اختارها جلال القادري. في تقديري دائما أقول أن الربان هو من يتحمل النتيجة في الآخر، وجلال القادري هو الذي أوصل المنتخب للمونديال وهو المسؤول عن نتائجه وليس اللاعبين. خياراته هي التي ربما ستعطي منتخب تونس حضور جيد كما أتمناه شخصيا وتتمنونه، ولكن بعض الألسن الجارحة التي لم تجد ما تقول إلا أن تعكر صفو الأجواء الإيجابية داخل المنتخب. المنتخب يستعد لمباراة إيران، وكذلك يستعد إلى الجد في الجد عندما يلاقي الدنمارك وأستراليا وفرنسا. المفروض أن نشجع هذه القائمة، المفروض أن لا نقف ضد هذه الخيارات، ويمكن أن نحاسب جلال القادري بعد المونديال. جلال القادري هو المسؤول أول أخير. البعض ذهب بعيدا وقال أن اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية. في تقديري أنا لا أرى شخص يتحمل المسؤولية عدا المدرب. المدرب هو الذي يتحمل مسؤولية كاملة، لأن الخيارات خياراته. البعض يقول أن هناك بعض اللاعبين فرضوا عليه. نضع هذا جانبا ونركز في المونديال ونبث الروح الإيجابية في اللاعبين، ونقول لهم أن جميع الشعوب العربية تشجعكم من تونس إلى الخليج إلى شمال إفريقيا، وحتى أولئك الذين لا يقطنون في الدول العربية وهم عرب يشجعون المنتخب التونسي وباقي المنتخبات العربية. لذا يجب أن نبتعد قليلا عن النقد الجارح في هذه الفترة. اللاعبون الذين سيمثلوننا في المونديال نقول لهم كلمة واحدة: نحن وراءكم، المهم إلى الأمام، لا تخذلونا، قدموا أفضل ما لديكم، العبوا كرة قدم جميلة، لستم مطالبين بأكثر من هذا، وإن شاء الله ستأتي النتائج. العبوا واستمتعوا باللعب وامتعونا معكم، واعطونا عروض كروية تليق بسمعتنا وسمعتكم. هذا ما أريده من اللاعبين. وبالنسبة إلى جلال القادري شخصيا أود أن أرسل هذه الرسالة. أقول لجلال القادري: أنت الوحيد الذي يتحمل المسؤولية. نتمنى أن تنجح مع المنتخب التونسي، ونتمنى أن نراك ليس في الدور الثاني، في الدور ربع النهائي، لأن إذا كانت هناك عزيمة الرجال فإن المنتخب التونسي يستطيع. ورأيناه في مباراة مالي، ورأيناه في مباراة نيجيريا ضد نيجيريا في كأس إفريقيا. عندما نريد نستطيع، ونستطيع عندما يكون الجميع كلمة واحدة، صفا واحدا. المهم يجب أن نكون وراء هذا المنتخب، لأن هذا المنتخب لا يمثل تونس فقط، هو يمثل العرب وإفريقيا، ونتمنى أن يمثلهم أحسن تمثيل. وإلى أن نلتقي في قادم الفيديوهات، أتمنى أن نجد المنتخبات العربية تحقق الانتصار تلو الآخر في هذا المونديال على الأراضي القطري.